عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة، وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات. هذا الفيديو الإخوان اللي بارطاجيت معكم في البداية هو فيديو من داخل مدينة مليليا المحتلة، هو فيديو من الاحتفالات ديال المغاربة المتواجدين في مليليا المحتلة. نهار فاز المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني، الكل في مليليا خرج كيحتفل بالراية المغربية والتوني ديال المنتخب المغربي. انا شخصيا الاخوان حضرت لرجال امن يعني من الشرطه الاسبانيه من اصل مغربي، يعني عندهم الجنسيه الاسبانيه وكيخدموا مع الشرطه الاسبانيه، ولكن حاملين الرايه المغربيه وكيحتفلوا مع المغاربه بالانتصار ديال المنتخب المغربي. وهذا دليل على ان تمغربي رغم الجنسيه اسبانيا ولكن دماء المغرب يعني تمغربي ما كتموتش. راه حب الوطن ما غاديش يحس به غير المغربي، حب الوطن ما غاديش يحسوا به الخونه. فعلا نختلف، كاين امور كاين اشياء اللي كتخلي بنادم يحقد، ولكن فيما يتعلق الوطنيه كتبقى مخبيه داخل المغربي حتى كيجي شي نهار او كيجي شي ظروف بحال هذه ديال كأس العالم او ديال المنتخب المغربي وكتبان هذيك الوطنيه، كيبان هذاك حب الوطن. اليوم داخل مدينه مليليا ما تلقاش شي مغربي سواء عنده الجنسيه او ما عندوش الجنسيه الاسبانيه، ما تلقاش من غير اللباس المغربي، كاملين لابسين التونيات ديال المنتخب المغربي، وهذا دليل على تمغربيته. اكثر من ذلك كيدخلوا ادارات اسبانيا، كاين اللي خدام في اداره اسبانيا بجنسيه اسبانيا ولكن لابس التوني المغربي، وهذا دليل على ان المغربي كيبقى مغربي اينما رحل وارتحل. شوفوا معايا الاخوان هذا البانو راه كاين في دوله ليبيا. الصراحه احساس زوين، احساس زوين ان العالم كامل حاط على المغرب وكيتكلم على المغرب، الكل كيدعم الرايه المغربيه. مرتبه الصراحه مشرفه جدا، وملكنا العزيز سنوات الاعداء سنوات الكارهين باغيين يشوهوا الصوره ديال ملكنا ويشوهوا الصوره ديال المغرب، ولكن اليوم المغرب اشعارات مجانيه في العالم. ها هي ليبيا اليوم كنشوفوا العالم المغربي يرفرف من فضل الله عز وجل، اللي خلى الكارهين ديال العروبه ديال الاسلام ديال افريقيا انهم يتفقسوا. أريك زمورة الإخوان اللي هو زعيم اليمين المتطرف بفرنسا، هذا اللي أصله جزائري من جزائرية يهودية ومن أب جزائري يهودي، خرج اليوم كيضرب في المغاربة، يضربوا في تمغربيت، يضربوا لنا في اللاعب سفيان بوفال. من الحويجات اللي خرج هذا المعتوه كيقولها صراحة يعني هجوم مشكوك فيه، هجوم خطير جدا. كيفاش نزل واحد التدوينات كيفاش كيضرب في المغرب؟ قالك باللي سفيان بوفال ماشي من حقه يقول لسان يعني أوريك زمور كيقول باللي أهدى سفيان بوفال انتصاره للعالم الإسلامي. هل تتخيلون أن يهدي أوليفييه جيرو انتصاره للعالم المسيحي كله؟ علاش؟ فين هو المشكلة؟ أوريك من هو المانع أو فين هو المانع؟ شنو ضرك إلا ما بغاش اللاعب ديالك يعتز بالدين ديالو؟ سوقوا هذاك. حنايا اللاعبين ديالنا كيعتزوا بالدين الاسلامي، كيعتزوا بالدين ديالهم رغم الشهوات ديالنا، ولكن هذا الايمان ديالنا، هذا استحضار لله عز وجل في كل كبيره وصغيره. ما المشكل عندك؟ قال سفيان اهدي هذا الانتصار او هذا الفوز للامه الاسلاميه. لاعب شاب باغي يحبطه، لاعب شاب باغي ينزل منه العزيمه، ولكن هادو راه سميتهم المغاربه. ذلك غادي يخرج وغادي ينتقد حتى الاحتفالات ديال المغاربه المقيمين بباريس، قال لك ماشي من حقهم انهم يخرجوا ويحتفلوا. واضاف قال ماذا اذا خرج الفرنسيون في مراكش؟ بماذا سيحسون المغاربه؟ قطعا غادي يحسوا بامتلاكهم من طرف الفرنسيين. لا يا اخي انت غلط، حنايا المغاربه حنايا كنفرحوا للاخر، لا نحاول نقصوا على الغير، ما كنبغوش نضيعوا الفرحه على الغير. هذا هو الاحتفال، تقبلنا الآخر كنفرحوا مع الآخر. وأكيد الدليل هو أن في 2019 في كأس إفريقيا ملي ربحت الجزائر كانوا المغاربة أول من خرجوا للشارع للاحتفال مع الجزائريين. خرجنا للشارع احتفلنا، وهذه هي تمغربية أخلاق المغاربة. بالعكس كنفرحوا لفرح الغير. المغاربه ماشي حقيدين، المغاربه ما فيهمش الحسد، المغاربه كيفرحوا والمغاربه عندهم قلوب بيض. ونزيد الاخوان نتكلموا على اللاعب المسمى يوسف بالليلي. هاد الايام ما كان غير اللي هجم على المغرب، هاد الحاسدين هاد الحاقدين على المنتخب المغربي وعلى المغرب داروا ما قدروش يخبيوا الحقد ديالهم والحسد ديالهم. لو كان هذا غير سكت
تعلم من أخلاق بعض الناس بحال رياض محرز كما قلنا البارح وخرجنا وتكلمناه، قال ندعم المغرب وحنايا مع المغرب وكل احرار الجزائر مع المغرب، ولكن كنشوفوا يوسف الليلي كيخرج وكيحط واحد الهدف. الهدف شنو الاخوان؟ هذا الهدف اللي كان ماركه على المنتخب المحلي، يعني نسطروا مزيان على المنتخب المحلي. دوك اللعابه اصلا اللي كانوا في المنتخب المحلي راه حتى واحد منهم ما كاين في المنتخب الوطني المغربي في اليوم. يعني هذاك المنتخب المحلي اللي شاركوا في كأس العرب ما كاينينش في هذا المنتخب المغربي الوطني. وهنا كيبينوا قمه الحقد الاخوان، كيبينوا الكراهيه، كيبينوا الحسد ديالهم اللي ما قدروش انه يخبيوه. باذن الله سننتصر، مربوحه ان شاء الله، والكاس للمغرب ان شاء الله. بالنسبه لهاد الحاقدين، حنا بارك علينا غير المنتخب المغربي وصلنا للنصف النهائي. يعني هاد الشيء، هاد المرتبه لاش وصل المغرب راه مرتبه مشرفه، ناهيك الى خدا المغرب الكاس فهو انتصار تاريخي عربي اسلامي امازيغي. توفيق والتوفيق لمنتخبنا المغربي، ورفعوا لنا راسنا، شرفونا امام العالم، خلونا اننا نفتخروا اننا مغاربه، خلونا نفتخروا باللي تخلقنا في المغرب، عشنا في المغرب، اجدادنا من المغرب، حنا مغاربه ابا عن جد. بلد اللي عنده حضاره، بلد اللي عنده تاريخ، بلد اللي العمر ديالو اكثر من 12 قرن. هذا هو الفرق اللي بيننا وبين الدول اللي غير البارح اللي تصنعات. هذا هو الفرق. التوفيق لمنتخبنا المغربي، ونتلاقاو ان شاء الله بعد المباراة أو المقابلة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، ومربوحة إن شاء الله. نتلاقاو في الاحتفالات بتأهل المنتخب المغربي. شكرا لحسن المتابعة الإخوان، ما تنساوش أنكم تدعموا هذه القناة لأنها تحارب جدا. دعمونا بالضغط على زر إعجاب، كذلك بالتعاليق ولو غير قليب ولو غير ورده، مهم خص يكونوا التعاليق باش هذا الفيديو يحقق لنا نتائج مرضية، نتائج إيجابية، ونبلعوا افواه ديال هاد الحاقدين، ديال هاد الحساده اللي باغيين ينغصوا علينا فرحتنا. فتحيه للمغاربه الاحرار اينما كانوا داخل الوطن وخارجه، تحيه للتمغربيين. شكرا لحسن المتابعه، شكرا للحضور ديالكم الدائم، شكرا الاخوان للدعم ديالكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.